أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن الشهر يناير من يوم 10 اللي هو غدا حتى يوم 10 فبراير. يعني هنتكلم عن الشهر اللي جاي ده من 10 يناير حتى يوم 10 فبراير. والقراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وإن كنت مشتركة بالفعل يا ريت نشوف اللايك ومشاركة الفيديو والتعليق علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. معلش أنا امبارح ما قدرتش أنزل فيديو لأن كنت برضو تعبان، فما قدرتش بصراحة، فما تزعلوش مني. فإن شاء الله النهاردة دينا هنزل لكم الفيديو تعويضا لامبارح بإذن الله. امرأة برج القوس، رجوع شخص لحياتك وعامل مفاجأة تطيرك من الفرحة في خلال الشهر ده. رجوع شخص لحياتك وعامل مفاجأة تطيرك من الفرحة. ايه الكلام ده يا امرأة برج القوس؟ خليكم معايا لنهاية الفيديو علشان في نهاية الفيديو في مفاجأة. يعني ممكن نقول قبل النهاية بحاجة بسيطة في مفاجأة حلوة ان شاء الله هقول لك عليها. اولا امرأة برج القوس، أنا شايفك الفترة اللي جاية دي في طريقين أمامك، في طريقين أنت هتحقق فيهم نسبة نجاح عالية لسببين. لأن من الداخل من عندك حددت هدفك. يعني أنا شايف امرأة برج القوس هتقعد الأسبوع ده مع نفسها، أو هتقعد الليلة دي مع نفسها وهتركز كويس، هتعرف هي عايزة تعمل إيه. فهتحدد ليها هدفين. الهدف هو الأولاني اللي هو زي ما قلنا جذب المال والعمل والقوة في العمل وإثبات نفسك وإثبات شخصيتك. تاني طريق أنت هتثبت في نفسك وهو الحب والعاطفة. هتثبت نفسك فيه، هتثبت قوتك فيه، هتثبت شجاعتك فيه، هتثبت كرامتك فيه، هتثبت إنك لسه موجودة وإنك قادرة وإنك قادرة على كل، يعني نقول قادرة إنك تثبتي وتوصلي وتظهري في المجتمع بالصورة اللي أنت عايزاها. فأنت بالفعل يا امرأة برج القوس أنا شايفك هتبدأ تحدد اتجاهات معينة تمشي فيها. كمان شايفك هتبدأ في اتجاه آخر وهو المظهر الخارجي واللياقة البدنية، وده شيء جميل. خلي بالك، يعني أنا بشجعك عليه. وبالفعل أنا لاحظت في الملاحظات في التعليقات اللي فاتت إن في ناس بالفعل بدأت تنتبه لصحتها وتنتبه للياقة البدنية بتاعتها وتنتبه لنفسها في المال، وكمان بتنتبه لنفسها في العاطفة. وده شيء جميل إن امرأة برج القوس يكون في عندها تغيير جذري للأحسن وللأقوى. وبالفعل يا امرأة برج القوس لو سلكت هذه الطرق وعرفت تصممي إنك توصلي هتوصلي بالفعل. لأنه هو السنة دي زي ما قلنا عليها في بدايتها هي سنة النجاح العاطفي، سنة السعادة العاطفية، سنة السعادة المالية، سنة إنك تكوني ملكة متوجة في هذه السنة، قادرة على النجاح، قادرة على الوصول لقلب الآخرين. فامرأة برج القوس هتحددي أهدافك الفترة اللي جاية دي، أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى. طيب، هتعمل إيه في العمل؟ البعض منكم ما بيشتغلش أو ما عندوش فرصة عمل، والبعض الآخر في عمل. أنا شايف الناس اللي ما بتشتغلش لو فكرت كويس إنها تفتح مشروع خاص بيها حتى لو من المنزل هتنجح. يعني انت لو فكرتي في مشروع حتى لو انت المشروع ده من المنزل هتعمليه هينجح وهيدر عليك دخل كويس. وشايف برضو البعض الآخر هيشتغل في بيع الملابس أو يعني يجيب ملابس ويبيعها. والبعض الآخر ممكن يكون هيفتح كوافير. والبعض الآخر أيضا هيشتغل كأنه هيفتح قناة طبيخ، يعني يعمل طبخ ويبيع وينشر على الميديا. ففي مشروعات امرأة برج القوس هتبتكرها لنفسها وهتجيب من خلالها أموال كويسة وفلوس كويسة تساعدها في تحسين مستوى معيشتها. وده شيء جميل إن ما تقعدش امرأة برج القوس حاطة يد على خدها، لأن امرأة برج القوس زي ما قلنا قوية.
في السنة دي غير السنين اللي فاتت. كانت السنة اللي فاتت خجولة، السنة اللي فاتت كانت كسوفة، كانت السنة اللي فاتت ممكن حقوقها تضيع بسبب الخجل الزايد. السنين اللي فاتت كانتش تعرف تقول لا، ممكن تجي على نفسها، ممكن تدوس على كرامتها، ممكن تجيد صوابعها العشرة شمع من أجل إرضاء الآخرين. لكن السنة دي أنا شايف امرأة برج القوس هتكون واثقة من نفسها، عارفة بتعمل إيه، عارفة هي عايزة إيه، عارفة تاخد حقها بشجاعة، عارفة إنها تتكلم عن نفسها كويس وتثبت شخصيتها كويس، وما تقبلش أي شيء ينزل من كرامتها، وهتعرف تقول لا، وهتعرف تعمل حدود مع الآخرين، لأنها هي اتعلمت من التجارب السابقة ومن الماضي السابق والخبرات السابقة. يعني هتبدأ نقول عليها امرأة برج القوس من الصفر، وهتنجح وهتوصل. فده شيء جميل لامرأة برج القوس، إنها تثبت نفسها في العمل وهتثبت شخصيتها، هتعمل كاريزما لشخصيتها. يعني مش هتقبل امرأة برج القوس أي حد يدوس عليها، مش هتقبل إنها تجري أي حد يتدخل في شخصيتها، أو يتدخل في حياتها العاطفية، أو يتدخل في حياتها العملية. هي هتعمل حدود مع الآخرين، والحدود دي هتبني زي حوائط كده بحيث محدش يتعداها ويدخل في حياتها. حتى أسرارها مش هتقولها لأقرب المقربين، هي هتعمل لنفسها يعني إيه نقول بتحافظ على نفسها علشان تعرف تنجح، ومحدش يدخل يعني إيه نقول يقلل من معنوياتها أو يحبطها أو يصدر لها أفكار سلبية. أما بالنسبة للناحية العاطفية فامرأة برج القوس في الشخص ده كان غايب عن حياة امرأة برج القوس وبعيد عنها. ممكن نقول لو منفصلين يبقى هو الشخص اللي عايز يرجع لك لحياتك، وهيعمل لك مفاجأة تطيرك من الفرحة. ممكن تكون خطوبة، ممكن تكون زواج، ممكن يكون يعني هيدخل في حياتك، هيصنع لك فرحة، هيصنع لك سعادة. شخص هيدخل لحياتك، سواء الشخص ده شخص من يعني كنت مرتبطة بيه، أو شخص من حياتك في القديم، هو رجوع شخص لحياتك. الشخص ده هيساعدك بالفعل في حياتك، هيسندك، هيكون في ظهرك، هيكون عامل لك مفاجأة سارة تطيرك من الفرحة. ممكن يكون هيبقى شريكك في العمل، ممكن هيكون شريكك في حياتك العاطفية، ممكن يكون شريكك يعني هيكون معاكي وقريب منك، وهيدخل في حياتك. يعني انت ما كنتيش تتوقع انه يرجع هذا الشخص تاني لحياتك، فهو بالفعل في شخص راجع لحياتك، وهيعمل لك مفاجأة تطيرك من الفرحة. آخر شيء امرأة برج القوس عايزة أتكلم عليه وتخلي بالك منه، وهو إنك ما تبقاش عندك الاستعجال، ما تستعجليش، يعني ما تتسرعيش، يعني نقول عليها بالمثل الشعبي ما تدلجيش، يعني أو إنك تبقي ترمي نفسك على الشيء. خليكي تجيلة زي ما كده بنقولها بلغتنا الصعيدية، خليكي تجيلة فهتنجحي في حياتك. وخليك واثقة من نفسك إن رزقك جايلك لغاية عندك، سواء في الحب أو في العاطفة. امرأة برج القوس أنا مش هطول عليكم، وإن شاء الله انتظروا مني فيديو غدا بإذن الله، وإلى اللقاء.